في عالم مليء بالسخرية والتناقضات، يتمثل مسلسل الاستعراب في مشهد كوميدي لا ينتهي في شمال إفريقيا. يبدو أن بعض المستعربين يعتقدون أن العروبة وسيلة لتحقيق أحلامهم في دول على شكل عشائر الماضي البعيد، ولا يترددون في استخدام دين الإسلام كذريعة لتحقيق أهدافهم. في هذا السياق، يتمتعون بخيال واسع في استنباط الفتاوى العجيبة، فقد سمعنا عن فتوى صادرة عن شيوخ يجيزون فيها استعمال تطبيق للمواعدة أو للقودة الشرعية بعد تقسم هؤلاء الشيوخ حلوى هذا التطبيق. لقد تحولت مشاهد التقسيم الدينية إلى مسرحية كوميدية، حيث يتسابق الشيوخ للجوائز الممنوحة لمن يهاجم الأمازيغية ويعري مؤخرته للمشرق. فهناك من حصل على منصب رئاسة المجلس العلمي بشرق المغرب بعد أن نعث الأمازيغية بلغة الشيخات والروايس. لكن السخرية لا تكتمل دون الإشارة إلى الجهود المستمرة لإهمال وتجاهل الثقافة واللغة الأمازيغية، فعلى الرغم من محاولات الاستعرابيين لطمسها، إلا أنها تظل عند ناسها والمواطنين الأحرار كالنجمة الساطعة في سماء مظلمة، لا تنطفئ بتلك الفتاوي المضحكة. في النهاية، يبدو أن الاستعراب ليس مجرد مسلسل كوميدي، بل هو واقع مؤسف يستحق السخرية والاستهزاء، وكذا الضرب بالحديد والنار على المؤخرات عندما يتم تعريتهن للمشرق بحثا عن جلدات صوت السيد.